Des groupes bousculent en variété. Vive la division. على لا مونتاليتي. واللي جاءت بمعنى مجموعات صغيرة ولكنها كثيرة في الفيراج تجمعهم العنصرية والانقسام فيما بينهم. بسببها هم يفتقرون لعقلية الأولتراس. فقبل ما يطلع لكم الانترو ونبداو حلقتنا ديال اليوم، فغنبغي اولا انني ندوز لكم واحد القناه ديال خويا نادير واللي كيبارطاجي فيها مع المتتبعين ديالو طرق كثيره للربح من الانترنت، واللي مؤخرا تعرضت القناه ديالو للقرصنه واللي كان فيها اكثر من 30,000 مشترك، واليوم راه عاود فتح قناه جديده باش يزيد يكمل داكشي اللي بداه ويساعد الناس. ومع بدايه الموسم الكروي وليدات لي ديبلاسمون فراكم غتحتاجوا تدخلوا شويه ديال الفلوس باش ديبلاسيو مع فراعيكم، وقناه خويا نادير فراه غتكفل لكم بهذا البلان. المهم ما كرهش من هذا الفيديو نوصلوا قناه خويا نادير ل 3000 ولا 4000 مشترك، والعز بكم كاملين. قناه نادير راه غتلقاوها في صندوق الوصف وكذلك في اول تعليق. ياو واش لي فيراجيست، مرحبا بكم في الجزء الثاني من قصة صراع على الوينرز والكورفا السود التونسية، واللي خليناها في 29 من شهر أكتوبر من سنة 2023 وبرسم نصف نهائي الدوري الإفريقي، واللي جمع عمالقة الكرة الإفريقية الوداد الرياضي المغربي والترجي الرياضي التونسي بطريقة الذهاب والعودة، واللي مباراة الذهاب فيها لعبت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، والإياب على ملعب رادس الكبير. نبقاو حاليا مع لقاء الذهاب واللي جميع الجماهير العربية كانت كتسناه بفارغ الصبر، كرويا أولا وجماهيريا ثانيا. المهم اللقاء سالم نتيجة 1-0 لصالح الوداد الرياضي، ولقاء العودة هو من سيحسم المتأهل للنهائي. مباراة كازابلانكا فرا كانت كتدور فيها هضرة بزاف على خلق عدة مفاجآت من طرف الجمهور الودادي أولا والفاسي ثانيا. هنا غتسولوني واش دخل فطر تيغرس في الموضوع؟ غادي نجاوبك بأنه كان هناك تخوف من محاولة بسط باش الفطر تيغرس المسروق من طرف السوبرا السود التونسية والمملوك حاليا من المكشخين، وثانيا وعدهم بعدم بشاج المجموعات التونسية في المملكة المغربية، وذلك في أغنية الأسطورة. ما زالت الأيام إن شاء الله غتلاقينا ونساليو الكلام وراح يبقى فينا عارفينك مزيان جات تحلم بينا باشر أنت ديما معروف غادي المنعوم دير في حسابك لا خرجنا فيك غادي نتعقبو. جاء اليوم الموعود وجحيم كازا تبلان عن آخره ساعات على بداية اللقاء، وفجأة بدأت جماهير الترجي التونسي من الولوج إلى الملعب، ومع صعود اللاعبين غتبصم الوينرز على كراكاج أحمر اللون بعشرات الشماريخ لإعطاء جرعة إيجابية قبل اللقاء للاعبين وإيصال لهم روح ومطلب الجمهور وهو الثأر والانتقام. ومع بداية اللقاء لاحظ الجميع بسط باشات الكورفا السود التونسية والمتمثلة في المكشخين والزاباتيستا في تحدي كبير ترفع لهم فيه القبعة، ولكن لم يستمر هذا البشاش طويلا، ففي الدقيقة 60 من الشوط الثاني ومع تسجيل وداد الهدف الأول وصلهم الصعب، والجمهور بدا كيطغى وكيقرب الفيراج المخصص للتونسيين. وهنا ومن حيث لا تدري جميع ماطوس الكورفا السود التونسية غادي يحتفي بحال عمرو ما كان في الملعب، وكملت المقابلة منذ دقيقة 60 إلى غاية دقيقة 90 من دون بشاج أو هوية. وهنا السؤال غادي يتوجه للكورفا السود التونسية، إلا كنتو قد تحدي بصح وبغيتو تفرضوا راسكم علاش جمعتوا البيشام وأيضا الأولتراس اللي تكلف لاعب من لاعبي فريقها بمهمة حمل الباش والتنقل به إلى المدرجات، فهي بالنسبة لي ولجميع الفيراجيست حول العالم ليست بالأولتراس ولا حتى بالجمعية، بل هي فقط مجرد قطط تخرج أنيابها فقط عندما تكون الغلبة لها، وفي المواقف الصعبة تستعين بالأعوان. نرجعوا للوينرز واللي بدورهم
هزوا بزاف ديال الرسائل واللي لابد أننا نشرحهم بعجالة، واللي أولهم رسالة بعنوان عقود من الغش والعار مئوية، عنوانها ما فماش الفار، واللي بكل بساطة كتلخص 100 عام لفريق يفوز بألقابه عن طريق الغش والعار، وآخرها حكاية ما فماش الفار في نهائي العصبة سنة 2019. أغادس غاكول إن غاداس ساباس أو صافي إن كاس، واللي في هذه الرسالة شبوا الترجي التونسي بالعاهرة التي تستقطب زبناؤها كل أسبوع، يا إما ترحب بهم ويوليو زبناء عندها، أو لا تجريسيهم وتقول لهم ما فماش الفار. هوبفول نيم يات شادوز اوف شيم، واللي كتعني أن اسم فريقكم يبعث الأمل، ولكنكم في الحقيقة فريق بدون أمل أو نزاهة، وتفتقر لأبجديات كرة القدم واللعب السليم والنظيف. سي لا باش نو سيس دو لاي لي مكسيكان فون بيانتو لو غاي. هذه الرسالة بالضبط بالنسبة ليا كانت هي الأكثر عنف، واللي مع الوقت غادي تسبب حالة من الذعر داخل البيت التونسي، واللي فيه شبهوا الوينرز الزاباتيستا بالمكسيكيين والمكشخين بالأباتشي، واللي كان بين قبائل الأباتشي والمكسيكيين حرب كبيرة جدا سنة 1835، لدرجة أن المكسيكيون حطوا مكافآت باهظة لمن يحضر لهم رأس فرد من أفراد الأباتشي. وفي لغة الأولتراس المعنى هو أن مع مرور الوقت الزاباتيستا ستستولي على المنعرج الجنوبي وتبيد المكشخين، كيف موقع اليوم شحال من مرة مع جروبات أخرين. مباراة الذهاب في كاسا سالات، والكورفا السود قدروا يرجعوا سالمين لبلادهم. ومن الجهة الأخرى ألترا وينرز بدأت الاستعدادات ديالها للتنقل لدولة تونس في تحدي هو الآخر فريد من نوعه، ولكن معتاد على الفائزون، خصوصا وأنه بدأنا مشاهدة عدة تحذيرات واستفزازات بالقتل إن تنقلت الوينرز إلى ملعب رادس الكبير. وقبل اللقاء غترفع أولتراس المكشخين رسالة بعنوان غانيي بوغ نو لادفيرسير ايتيون ستاردو بورنو، واللي جات أولا كتحفيز للاعبي الترجي التونسي، وثانيا ككلاش للوداد الرياضي والجمهور ديالو، واللي شبهوهم فيه بممثلة الأفلام الإباحية، واللي كانت في هذه الرسالة كشحنة إيجابية للوداد في رد الثأر وإظهار فعلا أن بدون ألاعب وغدر الترجي فهم فريق في المتناول. وصل يوم المباراة وبدأوا الجماهير من الدخول إلى الملعب، وفي صورة مرعبة رسمها جمهور الترجي التونسي بتغطية الملعب كاملا بالجماهير، واللي جاو باش يخلقوا ضغط كبير على فريق الوداد. ونساو أن في المغرب هاد الأجواء راه معتادة في جميع المقابلات. وفي الضفة الأخرى بدأت الجماهير الودادية بدورها من الدخول للملعب، ومع صافرة الحكم بصموا فدائي الوداد على بشاجهم المعتاد والذي دام طيلة 90 دقيقة. وأما بالنسبة للكورفة التونسية فبدورهم غيهزوا تيفو عبارة على طلعة فوال بعنوان هانتين سيزن أي موسم الصيد، مع إبراز صورة بطة مرتدية بيرية تحت اسم واك أي الوداد الرياضي، مصوب عليه كروس هير أي أنه على وشك الموت من جديد، واستعمال أحد القلوب البارزة على يمينه للمحاولة مرة أخرى السنة المقبلة، وتحتها مكتوبة عبارة كاف أغبط خاص سيستم، واللي بكل صراحة تيفو معبر وعنده معنى واضح. وداخل لعبة الأولتراس فهو أمر مرغوب فيه، فكنبغي نعطيهم أولا التحية على تنقلهم للمغرب والعودة سالمين، وثانيا على إعطاء للقاء طابع شرس. الكورفة التونسية بدورها غتبدا ترفع رسائلها لرد الاعتبار ولمهاجمة الوداد وجمهوره، واللي أول رسائلهم كانت بعنوان Avec ou sans VAR on restera toujours votre cauchemar، واللي كتعني أن مع أو بدون الفار سنظل دائما الكابوس الذي يراودكم. نريد 90 دقيقة بدون انسحاب، واللي جات باش تذكر الوداد بانسحابهم في مباراة إياب عصبة الأبطال سنة 2019 على نفس الملعب بعد مشكلة وفضيحة عدم وجود الفار. اللقاء غيوصل للنهاية ديالو بتقدم الترجي التونسي بنتيجة 1-0، وبسبب وجود الفار ألغي هدف ثاني للترجي، وعلى إثره غتسالي المباراة بالتعادل 1-1، واللي بدورها غتصيفطنا لضربات الجزاء، واللي قدر فيها فريق الوداد يحقق التأهل إلى النهائي على حساب الترجي التونسي من قلب ملعب رادس، واللي بدورها
ايضا غادي تضرب تيفو وجميع رسائل الكورفة التونسية في الزهرة. وبعد اللقاء ومن قلب ملعب محمد الخامس غترفع الوينرز رسالة بعنوان إيسي اون كاس دي كول باكو دي بوش، واللي كانت عبارة على كونتر كلاش لرسالة الكورفة التونسية اللي ترفعت ايضا وسط الماتش، واللي كتعني اننا هنا نكسر ايضا المؤخرات ليس فقط الافواه، واللي فيه غتقلب الوينرز والوداد طاولة على الترجي والجمهور ديالو وغيكسبوا اللقاء كرويا وجماهيريا بامتياز. وهنا فين غتسالي حلقتنا ديال اليوم من قصة صراع الكورفا نورد المغربية والكورفا السود التونسية، واللي كنتمنى من الله تكون نالت الاعجاب ديالكم. ارائكم في التعاليق فراه كتهمني بزاف. وهنا ما بقى ليا ما نقول لكم من غير تهلاو ليا فراسكم على فيراجيست، ونتلاقاو في حلقة جديدة. او بيس. لا 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 لا